بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده حارس الاهلي عبر قناتكم قناه الاهلي. اللي كتب كلمات الاغنيه دي عبقري، حاولوا تجيبوا لي مين هو، لانه اللي قال لك الاهلي حاله ده عبقري، لانه الاهلي حاله. بقالنا كام يوم تلاقي البلد في حاله سعاده كده وحاله فرحه بجد. فالاهلي حاله، واللي كتب الأغنية ترجم هذه الحالة من خلال مشاعر الناس، من خلال ردود فعل الناس. هو مش أول ولا تاني ولا تالت ولا 10 ولا 20 ولا 30 40 دوري، ده ال 45. وبالمناسبة للناس اللي عمالة تصرخ، أنا مش عارف هم بيصرخوا ليه. يعني ما هو الطبيعي الأهلي بياخد دوري 10 سنين وبعدين يريح سنة أو سنتين، بعدين ياخدوا 7 سنين وبعدين يريح سنتين وبعدين هكذا يعني. فالكام دوري اللي ضاعوا من الاهلي عبر التاريخ كان نوع من انواع الراحه يعني طبيعي، لانه الاهلي عنده نظامه وعنده احترامه وعنده اصوله وعنده طباعه وعنده كل الحاجه الجميله يعني. فمش عارف في يعني حتى في دي حاله، يعني الاهلي حاله سعاده وبهجه وفرحه ومتعه وسرور لجماهيره، وحاله قلق ومرض وغضب لمن لا يحبون النادي الاهلي. مش من يكرهون النادي الاهلي، دول قليلين جدا يعني، من لا يحبون النادي الاهلي. فالقصه طب نعمل ايه؟ يعني القصه دلوقتي بقت طب نعمل ايه؟ ما احنا عايزين نفطس الفوز ده، عايزين نعمل اي حاجه. يقول لك ايه؟ طب ما تخلي مش عارف مين ياخد بطوله وخلي مين ياخد بطوله. طب ما تاخد. هو حد منعك؟ هو حد حاش حضرتك انك تاخد بطوله؟ ما انت في تنافس، وانت اكثر الناس علما انه تنافس شريف جدا جدا، يعني منتهى الشرف ومنتهى الامانه وكل حاجه. لكن في النهايه انت خلاص، انت اقنعت نفسك زي ما قلت لك امبارح، فخليك على هذا الاقتناع، ما تخرجش بره هذا الاقتناع. انت نفسك حاسس بكده. يقول لك طب ما هو لازم مش عارف مين يخش في المنافسه. طب ما تنافس، وحد قال لك ما تنافسش يا فندم؟ وحد منعك؟ حد حرمك؟ حد ضربك على ايدك قال لك لا؟ ده بالعكس، ده كله بيقول لك وسع 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 وسع، ويتم التوسيع وبرضه ما بتعرفش. وفي نفس الوقت الدنيا بتتقفل قوي قوي على النادي الاهلي، لكنه ما شاء الله بيعرف يفوت وبيعرف يعدي وبيعرف يخرج من كل الازمات دي، ويخرج ويطلع بطل من اول وجديد. فوالله ما حدش منعك ولا حد يقدر يمنعك، بالعكس ده في محاولات كثيره جدا لمساعدتك بكل الطرق اللي اتوجدت يعني. فالاهلي حاله، فعلا الاهلي حاله، وحاله متعه وحاله جمال وحاله سعاده. لكن فناس كثيره نبهوني على الهدف السادس، قالوا لي يا كابتن الله يخليك احنا عايزينك تجيب لنا الهدف السادس ده من اوله عشان تشوف القصه، وكأنه الهدف ده هو اللي بيكسب الاهلي الدوري. فبص حضرتك، بص من بدايه الهدف عامله ازاي. هي اصلا كانت هجمه لفريق فاركو، كويس؟ كل ده اهو انا جايبها لك سلو موشن، يعني هجمه على حدود منطقه جزائنا احنا. حلو. وادي مره تانية. بص بقى وسام، بص ضغطه وسام، ده راس الحربه راجع في الدقيقه مش عارف ايه من الوقت بدل الضايع، وضاغط على لعيب فاركو واخدها وبيتحرك ومن غير ما يبص لامام، وامام الاستقبال طب يمين ولا شمال؟ فقال لك لا اروح لمروان في الشمال، اكمل ولا استنى؟ بص لعيب فاركو جاي مموت نفسه، كل ده في الدقيقه الاخيره، ومروان من غير ما يبص حطها لحسين عشان يجيبها جون. وخلاص كلنا بنقول حسين جون، حسين كمان يقوم جاي راجع تاني لامام، وامام بوم. حد عنده حاجه تانيه عايز يقولها؟ بص بقى، خلي بالك، بص اول واحد راح لامام عمر كمال عبد الواحد، كانه كان بيلعب جنبه راس حربه. بص تاني واحد راح لامام، حسين قال له سيبني احتفل بقى بطريقتي، خليه يديني حقي. بص بقى مين ده؟ اشرف